السلام عليكم. ازيكم يا احلى واجمل سكرات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بالف خير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنجرب نعمل الحلا الشهير اللي قالب السوشيال ميديا كلها، وهو الحلا التركي كازاندي بي. يا رب اكون فعلا عرفت اقوله زي ما هما بيقولوه. حلو سهل وسريع، في 10 دقايق الحلا هيكون جاهز، وكمان مكوناته كلها بسيطة وموجودة في مطبخك. كمان لو مش بتحبي المهلبية اللي بنعملها وبنقدمها في أطباق، تقدري تعمليها بالطريقة الجميلة دي وإن شاء الله هتعجبكم. لو أول مرة بقى تشوفوا قناتي، أهلا وسهلا بيكم، نوروني باشتراككم في القناة، وكمان ما تنسوش اللايك. هقولك كمان على شوية لمسات عملتهم في الوصفة، هتطلع معاكي الوصفة بجد حاجة كده تحفة وطعمها لذيذ قوي. وكمان استبدلت بعض الحاجات الصغيرة برضو اللي هتطلع معاكي الوصفة جميلة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وتعالوا بينا بقى نشوف مقادير وصفتنا كانت عبارة عن ايه. سهلة وبسيطة ومش هياخد معاكي 10 دقايق هيكون جاهز. عندي اول حاجة في كسرولة كده هحط 3 كوبايات من الحليب، كل كوباية 200 ملي جرام، يعني عندي 600 ملي جرام من الحليب الساقع من التلاجة او بدرجة حرارة الغرفة. تمام. عليهم معلقتين كبار من السكر العادي بتاعنا اللي بنحلي بيه العصير والشاي. عندي معلقة ونص كبار من الدقيق ومعلقة ونص برضو من النشا. ما تنسيش ذرة الملح عشان بتظبط معايا الطعم. هنا استبدلت صفارة البيضة بمعلقة كبيرة من الكاسترد. تمام. معايا هنا معلقة صغيرة من الفانيليا أو معلقة أو كيس فانيليا. وعندي معلقة كمان من القشطة، بتدي طعم لذيذ جدا وكمان تقدري تستغني عنهم. تمام. هنقلبهم كويس جدا كده على البارد، وبعدين هاخدهم على مدة 4 دقايق، مش هسيبهم خالص. تمام. هنقلب باستمرار، مش هنسيبهم ونروح في حتة علشان ما يكلكعش معانا. بس كده مفيش 4 دقايق هتلاقي معاكي الخليط تقل وقوامه بقى كريمي قوي. تمام. بس كده اول ما يكون في عاد تشوف الفقاعات دي يعني غلي معايا، هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة. ان شاء الله هكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف بالكوباية والجرام، علشان اول ما تيجي تعيدي تعملي الوصفة تلاقي المقادير مكتوبة في صندوق الوصف ان شاء الله. بس كده هقلب كويس جدا، وبعدين طفي النار جنب وهبدأ اعمل الكراميل. هجيب كده طاسة مقاس 30 او اقل براحتك خالص، هحط فيها 4 ملاعق كبار من السكر. الوصفة الأساسية عملوها بسكر البودرة، لكن أنا أهلكم عادي جدا للتسهيل عليكم بالسكر العادي بتاعنا، وهتطلع نفس النتيجة. يعني مش شرط خالص يكون عندك سكر بودرة. تمام. حطيت 4 ملاعق كبار في الطاسة كده وعلى نار هادية جدا علشان ما يتحرقش معانا، وأول ما تبدأ الأطراف أو في النص كده يسيح معايا هبدأ أقلب بسباتولا أو بالمعلقة. نخلي بالنا في المرحلة دي علشان الكراميل ما يسودش معانا أو ما يغمقش معانا وياخد طعم مر ويبقى طعمه مش حلو خالص. هاخد معلقة كبيرة كده أو بالكبشة من الخليط أو المهلبية بتاعتنا وهنوزعها مع الكراميل بالشكل ده. بعد كده هنزل بالخليط كله على الكراميل زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، وهخلي بس الأطراف هي اللي باين منها شوية من الكراميل. تمام. علشان يديني شكل جمالي، وفي نفس الوقت هي ايه اللي هلف منها الرول. تمام. هسيبه على نار متوسطة كده من 7 ل9 دقايق وهيكون استوى معايا. بس كل فين وفين ادي الطاسة كده بهزتين علشان ايه يتوزع الكراميل من تحت على كل المهلبية. بس كده الموضوع سهل وبسيط. هياخد معايا من 7 ل9 دقايق. بعد كده هطفي النار خالص، وبعدين هدخلهم التلاجة لمدة ساعتين، مش اقل من ساعتين يا جماعة، علشان ايه نقدر نقطعهم ونلفهم رول. بس كده بعد ما اخد معايا ساعتين في التلاجة هسلك الاطراف زي ما انتم شايفين كده بالسباتولا. تمام. وهبدأ اقطعها سواء بالسكينة او بالسباتولا زي ما انتم شايفين كده. سهلة جدا جدا وطعمه كمان لذيذ قوي. زي ما قلت لكم
اللي ما بيحبش البيض او عنده حساسية من البيض يقدر يستبدل صفارة البيض بمعلقة من الكاسترد، بتديكي نفس القوام ونفس الطعم، مش هتغير اي حاجة، بالعكس تديكي طعم لذيذ اكتر واكتر. بس كده هنبدأ نلف الرول بتاعنا بعد ما قطعناها. طبعا انت لغاية اخر الطاسة او عرض الطاسة، لكن انا شايفة انه كده الرول كده تمام. بس كده شايفين السهولة؟ مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بجد اللي بيحب الوصفات الجوسي الوصفة دي بجد حلوة قوي قوي. انا اول ما جربتها والولاد يعني عجبتهم قوي، عملت مرتين في نفس اليوم. بس كده بمساعدة ايدك ولفي عادي جدا، بس تخلي بالك السباتولا ممكن علشان هي سيليكون فبتوقع منك الرول. بس كده شايفين السهولة؟ بجد يا جماعة انا من الناس اللي مبتحبش المهلبية او الحاجات اللي بتبقى زي الجيلي والمهلبية والحاجات دي، مش بحبها قوي، لكن الوصفة دي عجبتني بجد، حاجة كده تحفة. طبعا الاطراف تطبقيها وتقدميها عادي جدا بالشكل ده. بس كده ترشي بقى، تحطي شوية من المكسرات من فوق كتزيين وطعم حلو. انا بقى كان عندي صوص كراميل او صوص توفي في التلاجة، بدأت ازين بيه وكمان اداني طعم لذيذ قوي قوي. ممكن تزودي على فكرة شوكولاتة، فالتزيين ده برضو حسب ذوقك، لكن في الوصفة الأساسية هو بعد ما عملناه رولات كده زيناه بالمكسرات بس. تمام. لكن انا لما لقيت عندي صوص كراميل زودت شوية كده فادى طعم لذيذ. وجوز هند عندك بقى براحتك، المكسرات زي ما انتي عاوزة حطي اللي انتي حباه، عندك جوز هند، عندك فول سوداني مجروش، عندك فستق، بندق، اي حاجة تنفع في الوصفة يعني على حسب ذوقك. تمام. طبعا السكر اللي انا حطيتهم معلقتين مع الحليب ده طعم مظبوط، يعني لو انتي حبيتي تزودي معلقة كمان او معلقتين بحيث انهم يبقى 3 ملاعق او 4 براحتك خالص، ده التحلية على حسب رغبتك. بس كده زي ما انتوا شايفين الجمال اهو. الوصفة سهلة وبسيطة قوي وقلبة الدنيا على السوشيال ميديا، بجد قلت اجربها معاكم وبجد انا عجبتني صراحة، انا عجبتني. لكن للي ما بيحبش طبعا الحلويات الجوسي دي جربوها يمكن تعجبكم، لكن بصراحة انا عجبتني. دي وصفتنا كانت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة طيبة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.